مرحبا بكم متتبعي الكرام، سعيد بلقياكم في هذا الموجز الإخباري، وهذه أبرز عناوينه. الجزائر: سنرد على طلب المغرب بتوفير رحلة مباشرة في 24 ساعة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، انضمام إلى القناة لتتوصلوا بالجديد. أوضح عبد الرزاق صباغ وزير الرياضة الجزائري أن الجزائر تلقت طلبا من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف بشأن قرار الجامعة المغربية للمنتخب الوطني التي طالبت بتوفير رحلة مباشرة إلى قسنطينة. وأضاف سباق في تصريح خاص لقناة بي إن سبور القطرية أن رد السلطات الجزائرية على طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيكون خصم 24 ساعة. وكان رشيد أوكالي رئيس لجنة تنظيم شان الجزائري لسنة 2023 قد قال في ندوة صحفية عقدها أمس إن دفتر الشروط الخاص بتظاهرة رياضية مثل بطولة إفريقيا للاعبين المحليين ينص على أن مستضيف المنافس ملزم بتأمين تنقلات وفود المنتخبات المشاركة داخل التراب الوطني فقط، كأن يتنقل من العاصمة قسنطينة أو وهران أو عنابة أو العكس. وتابع رئيس اللجنة تنظيم كأس إفريقيا للاعبين المحليين لسنة 2023 المرتقب تنظيمها في مدن الجزائر عدة من بين 13 يناير و4 فبراير المقبلين، أنه لا توجد عبارة توفير خط جوي مباشرا، موضحا أن أغلبية المنتخبات المشاركة ستحل وتنتقل إلى الجزائر قادمة من بلد آخر وليس عبر خط جوي مباشر ينطلق من بلدها. واختتم رئيس لجنة تنظيم شان الجزائري لسنة 2023 بأن هيئة تلتزم باستقبال حار للمنتخبات المشاركة وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة حتى تكون ظروف الإقامة جيدة بالجزائر، وذلك بمجرد قدومها إلى أرض الوطن.